خدت الاجازه صح؟ ايه هنفضل مضيعين الاجازه على التيك توك وان احنا بنعمل سكرولنج ولا ايه؟ مش هنطور من مهاراتنا شويه؟ هاي انا عليا وسافرت 19 دوله وبعمل محتوى يخليك افضل ويقربك اكتر لحلمك. لو انتي وانت عايزين تسافروا او عايزين تطوروا مهاراتكم عشان تشتغلوا في شركه كويسه او تاخدوا انترنشيب او اي حاجه، في حاجات اساسيه كده احنا لازم نعملها. اول حاجه يا ريت تطور الانجليش بتاعك، مش يا ريت، هو اتس ا ماست يعني بجد. عامه العربي والانجليش ده بالنسبه لاي شركه دي حاجه طبيعيه ان يبقى عندك. انت لو معكش انجليش اصلا خلاص انت مش هتقبل حتى في التدريب بتاعهم. فنطور الانجليزي بتاعنا. في تشانلز، انا لما اتعلمت انجليزي كنت بتعلم فعلا من يوتيوب، كنت بتفرج، كنت بسمع كتير في فيديوهات كنت عملتها عن تعلم الانجليزي، اتفرجوا عليها. بس بجد الانجليزي ده اول حاجه، لو لسه مش كويس عندكم ما تعملوش باقي الحاجات. تاني حاجه هو السوفت سكيلز. ابداوا طوروا في السوفت سكيلز. السوفت سكيلز دي مالهاش علاقه ايه الهدف بتاعك اصلا. الهدف بتاعك انك تسافر، الهدف بتاعك انك تشتغل بره، انك تشتغل في مصر، تعمل اي حاجه. مهارات الناعمه زي القياده، الليدرشيب، بابليك سبيكينج، كل الحاجات دي بتساعدك في اي حاجه في الحياه. حتى بتساعدك في علاقاتك، بتساعدك مع دايرة الصحاب اللي انت بتختارها. تالت حاجة ان احنا نبدأ ناخد كورسات ونبدأ ننزل نشتغل في المجال بتاعنا فعلا. انتوا عايزين بعد ما تتخرجوا من المدرسة، تتخرجوا من الجامعة، وحتى بقول لو انتوا مثلا لسه صغيرين مش لازم ننزل نشتغل، نبدأ ناخد كورسات او نبدأ نشوف احنا عايزين ايه. على فكرة انا ما يعني عادي، انا كنت تايهة وستيل تايهة والله عادي. ايه المجال اللي انا احب اشتغل فيه فعلا؟ بدأت اشوف العالم فيه ايه. طب ايه ده الماركتنج بيقول ايه؟ طب ايه ده الكوميونيكيشن بيقول ايه؟ طب الجرافيك ديزاين بيقول ايه؟ طب الاي اي اللي دلوقتي موجود، طب ما اشوفه كده. ما تقعدش محلك سر. انا ما بقولش استمتعوا بالاجازه، استمتعوا بالاجازه طبعا، واخرجوا مع اصحابكم واتفرجوا على الكوره واتفرجوا على الماتشات وما كنتوا عايزين، بس ما تضيعهاش كل مره. لو انت قاعد على التيك توك دلوقتي مثلا وبتعمل كده، لا بلاش بلاش. يلا يلا نشوف حاجه، يلا يعني اتفرجوا عليا عادي، ده كده كده، بس يلا بجد نشوف حاجه كمان. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي فولو وتبعتوا لاصحابكم، ولو عندكم اي سؤال ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، وابعت ده لصاحبك عشان تتطوروا مع بعض السنه دي.